عندنا في الطب قاعدة غريبة جدا، اسمح لي أقول لك عندنا يعني لازم نراعي فرق الطبقات. القاعدة دي بتقول إن اللي بيقتلك ممكن يكون هو نفسه اللي بينقذك، يعني باختصار إن السم مش بس ممكن يكون مميت، فممكن يكون هو السبب في إنقاذك. وخليني أقول لك أبسط مثال ممكن يكون أي حد عارفه، يعني لو لدغك تعبان، من المتعارف عليه من الأزل أصلا إن لدغة التعبان دي علاجها هو الترياق. بالترياق ده نفسه أساسه إيه بقى؟ ده برضه عبارة عن سم التعبان. حاجة غريبة يعني. انا وانت عارفينها يعني، ممكن في الحته دي نتساوى مع بعض. طب خلينا نتكلم بجد بقى شويه، ازاي اصلا حاجه زي كده يعني. بص يا عم، دلوقتي قرصك تعبان، رحت المستشفى، حقنوك بمصل، جيت انت بعد ما هديت كده سالتهم ايه المصل ده عباره عن ايه يعني. طبعا ما حدش هيرد عليك عشان ما حدش فاضي يجاوبك على اسئلتك الوجوديه دي. بس هاجي انا اقول لك ان المصل ده عباره عن اجسام مضاده انتجها الحمار اللي هناك ده، وقصدي على حمار بجد مش بني ادم يعني. عملت ايرور، ما تيجي نشوف. بص تعالى ناخدها واحدة واحدة بقى. عشان نقدر نعالج السم اللي دخل جوه جسمك ده، محتاجين الخط الدفاعي المهم اللي في جسمك اللي هو الجهاز المناعي. ومن وظائف الجهاز المناعي إنشاء أجسام مضادة ضد الأجسام الغريبة اللي تقدر تخش جسمك، واللي بدورها الأجسام المضادة دي بتقدر تتخلص من الأجسام الغريبة اللي داخلة جسمك دي عن طريق التهامها أو يعني طرق معينه كده يعني. بس انت برضه هتيجي تسالني وتقول لي طب احنا عندنا اساسا جهاز بيقدر ينتج اجسام مضاده يقدر يتعامل مع السموم او اي اجسام غريبه يعني، ايه لازمه المصل ده برضه؟ هاجي اقول لك سؤال بديهي جدا، احييك، بس حضرتك جسمك دخل له اجسام غريبه اول مره يتعامل معاها اصلا، ما شاء الله يعني التعبان قايم بدوره وزياده، بيديك سم كتير يعني لحد ما جسمك يفكر اصلا ويتعرف على الاجسام الغريبه دي، انت كده خلاص هتسافر لفوق. فاحنا محتاجين نصنع اجسام مضاده جاهزه نحقنك بيها على طول اول ما الاجسام الغريبه دي تخش اللي هو السم يعني، عشان ما فيش وقت. تعال اقول لك بقى الميكانيزم واحده واحده ماشي ازاي. بص يا سيدي، ناخد التعبان، ناخد منه عينه بسيطه من السم، نحقنها في جسم حيوان، حصان مثلا، مش حمار، انا بس كنت باخد من الفيه يعني كان دم خفيف. فيقوم جسم الحصان متفاعل مع الاجسام الغريبه اللي دخلت جوه جسمه دي، فينتج اجسام مضاده. هي دي الحاجه اللي احنا عاوزينها. نيجي احنا واخدين الاجسام المضاده دي ونعبيها عندنا على هيئه مصل، عشان لما سيادتك تيجي مثلا مهمل قرصك تعبان نروح جايين مديك المصل ده اللي هو عباره عن اجسام مضاده جاهزه ضد الاجسام الغريبه اللي دخلت جوه جسمك دي. بس دلوقتي انت يعتبر فيك عرق من عرق الحصان، ودي حاجه احييك عليها. نهق له يا ابني. طب اقول لك على الكبيره بقى، اللي هو الحدث الكبير يعني في الموضوع، ان التطعيمات بتتعمل بنفس الميكانيزم ده، بس الاختلاف ان احنا بنحقن العينه البسيطه من البكتيريا او من الجسم الغريب ده في جسم الانسان، فجسمك هو اللي بيتعامل معاها فبينتج اجسام مضاده ضد البكتيريا دي. مش بندخل بقى حصانه في الموضوع والكلام ده. عشان كده لو تاخد بالك انك بعد ما تتطعم مثلا ممكن يجيلك دور سخونيه او كده. بس كده شفاك الله وعافاك، كنت انت بطل حلقتنا النهارده، اتقرصت من تعبان، حقناك من حصان، ما شاء الله عليك، احييك. ما تنساش اللايك والفولو، ده اهم حاجه، لان انا مصور الفيديو ده على مرحلتين ومرتين، فانا زهقت.